الو مساء الخير. اهلا مدام. عندي بنت عمرها 18 سنه. نعم. فاتفقت هي واللي حبته واخذوا بعضهم وعملوا زواج متعه. نعم. فبقى بعد اسبوع تركوا بعضهم، طلعت البنت حامل وراحت هي وياه قبل ما يعني يتركوا، عملت عمليه اجهاض واجت وصار عندها علاقه مع شخص ثاني والثالث وبهالوضع هيدا، فهل هيدا يجوز؟ هاي المتعة حللها الله عز وجل. أنا ربيت بنتي عمرها 18 سنة، هل هيدا يجوز إنه بتترك واحد بالجواز متعة جمعة ما عجبها تاخذ واحد ثاني وما عجبها تاخذ واحد ثالث، هل هيدا يجوز بديننا؟ نفس رسول الله تمتع. لقوا هالشغلة هالبنات لقوا هالشغلة وسيلة إنها هينة لإلهم ولعلاقاتهم من واحد لواحد من واحد لواحد. إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء. مدام هذا غلط منك. هيدا التحليل هيدا منه حلال، هيدا منه هيدا حرام. الإمام علي كذلك تمتع. نحن وقت بدنا نحلل لأولادنا لفلذات كأحبابنا نحلل لهم هالشيء هيدا رب العالمين بيريده ما بيريده ولا يجوز. انا تعبت ومت عينيا لربيتها لصار عمرها هالقد وابوها مسافر ليكد ويتعب. اتفقت هي وياه وعملوا هالشيء هيدا. الآن بكربلاء المقدسة ينطرح الإمام الحسين عليه السلام مكاتب لزواج المتعة. هاي المتعة حللها الله عز وجل. نفس رسول الله تمتع. الإمام علي كذلك تمتع. نفس الإمام الصادق يشجع على المتعة. الله أكبر الله أكبر. وينك يا أبو الحسين يا علي، لا تأخذ عقلي وحكي راسك واصبرنا، وسلام عليكم ورحمة الله. احنا ما عندنا تحديد نسل في البحرين، والشيعة يتزوجون متعة في البحرين. ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه 70 ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة. رحم الله والديك، الله يقول أنت أحييت السنة إلى يوم القيامة. 70 ملك من كل قطرة، من كل قطرة تقطر منه 70 ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها. اللي يتجنب المتعة يلعنونه هم. هذا اللي يقول أنا ما أبغى أتمتع يرفض سنة النبي، هذا شنو يلعنونه. والشيعة يتزوجون متعة في البحرين وينجبون أطفال بلا عدد وبلا حساب والشارع يربي. زين شيء طبيعي إذا الأب يتزوج فلبينية ويتزوج بحرينية ويتزوج واحدة ثالثة من إيران وياخذ له متعة 2 3 من هني، كم طفل بيجيب؟ زواج مقرر شرعا عند الشيعة. مقرر شرعا؟ عند الشيعة مقرر شرعا. الشريعة الإسلامية أقرت المتعة؟ نفس الإمام الصادق يشجع على المتعة. أقرت المتعة اللي بهذه التصنيفة اللي أنا بقولها لك. التمتع بالمفاخذة، عندهم التمتع بالملامسة، زين، التمتع بالمكاعبة، التمتع بالصغيرة. التمتع بالصغيرة تعرف شنو معناتها؟ معناتها يتمتعون بالطفل اللي عمرها 2 3 سنين 4 سنين. طيب عشان ما ندخل بس في التمتع تفصيلات. بالمفاخذة خل اشرح لك شنو لا هذه ضد حقوق الطفل، هذه يعتبر اعتداء جنسي على الطفلة. يعني التمتع بالمفاخذة شنو ذي؟ التمتع بالرضيعة معناته ذي. زين، الرضيعة يعني كم عمرها؟ سنة ونص، أشهر. يعني هل يعقل رجل بالغ يمارس الجنس مع طفلة رضيعة وتقولون لي دمعة شيء عين لا ترى. يا من أضحك يا من أبكى. الله خلق الإنسان وكرمه بالعقل. زين ما سألتي نفسك ولا وإذا صابتنا مصيبة أو إذا مرضنا ندعو نتوسل ونستشفع بالأئمة إذا هم يملكوا شفاءنا ورفع الكربة عنا. ولو ما شاف نفسه زين العابدين كان مريض عليل من ولادته لين ما، ولو ما شاف نفسه أو أحد من أسرته شافه. سألي نفسك. قل لا
أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يحكى عن عفوك يا ربي فأتيت أؤمل ما يحكى. حنا غلطتنا الوحيدة وقفنا عقولنا عن التفكير، وصلنا نتبع إلى مذهب آبائنا وأجدادنا. بس الواحد يحاول مرة واحدة يفكر، يدور عن دليل، يدور عن حقيقة، دور عن الحقيقة، دوريها في كتاب الله، دوريها في سنة النبي، وراح تلاقينها إن شاء الله. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين.